الحقيقة يتعلق بتطوير العملية الإعلامية حتى تكون معبرة عن أولا روح ثورة 25 يناير المجيدة، وفي نفس الوقت يعني النظر في بعض شكاوى أو طلبات العاملين في قطاعات اتحاد الإذاعة والتلفزيون المختلفة. وطبعا هذه الطلبات الناس عندها طلبات، والناس عندها تذمر من بعض أوجه النشاط في داخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون. والحقيقة السيد رئيس الوزراء كلف مجموعة الخبراء باللقاء بالعاملين والاستماع إليهم، والهدف طبعا هو القضاء على مثل هذه الشكاوى. مين هيكون حاضر الاجتماع ده يا أستاذ حسن؟ حضروا الحقيقة مجموعة من كبار العاملين السابقين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون وبعض الخبراء الآخرين، منهم الإخوة الزملاء الأستاذ محمود سلطان، الأستاذ حمدي الكنيسي، الدكتورة درية شرف الدين، الدكتورة أميمة كامل، وآخرين يعني. طيب هل نفس الأسماء دي، المجموعة دي هي اللي هتقعد مع الإعلاميين المتظاهرين؟ يعني كمان كانوا حاضرين الاجتماع كلفوا بهذه المهمة. هل التركيز هيبقى على تطوير العملية الإعلامية زي ما حضرتك بتتكلم، ولا ده هيرتبط بتغيير الوجوه من المسؤولين الحاليين؟ نعم، ده هيرتبط بتغيير المسؤولين الحاليين يا فندم؟ طبعا، يعني هو طلبات العاملين هي فيها تغيير المسؤولين، فاحنا طبعا عايزين نستمع بشكل مباشر للإخوة العاملين داخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ونشوف بالظبط طلباتهم هي ايه، ونقدر يعني نحدد مع بعض ايه اللي ممكن نعمله في الفترة المقبلة. وده هيتم امتى اول اجتماع يا فندم؟ والله يعني تقرر مبدئيا انه اول اجتماع يبقى يوم الخميس. يوم الخميس. الأستاذ حسن حامد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في الحياة اليوم، مؤكدا الاجتماع اللي تم مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لمحاولة البحث